بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة جنيه اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر. اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 50 سنة على نصر أكتوبر المجيد. جنيه شكله جميل وتحفة فنية جميلة أصدرتها دار السك المصرية في ذكرى انتصارات أكتوبر. جنيه 100 وعشرة على 10. شكله تحفة تحفة. جنيه تذكاري أهو مكتوب عليه 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد. أهو ده جنيه تذكاري شكله حلو وجميل وممتاز. أهو ده الجنيه وسعره حاليا جنيه واحد، لا يساوي أكتر من جنيه. جنيه يساوي جنيه ذكرى انتصار أكتوبر. طبعا ده وزنه 8 جرام. جنيه ده وزنه 8 جرام. جنيه وزنه 8 جرام. كلامنا النهاردة عنه إن أنت تحتفظ لك بنسخة من الجنيه ده ونسخة من النص جنيه بتاعه. ليه تحتفظ؟ لأن الحاجات دي بعد فترة من السنين هيجي لها وقت وهيبقى لها سعر. يعني ده جنيه تذكاري عن ذكرى انتصار أكتوبر. هيجي وقت ويبقى فيه، هيجي وقت قدام ويبقى الحاجة دي لها سعر. أما حاليا ملهاش سعر. هي حاليا ملهاش سعر. الجنيه بيساوي جنيه، لا أكتر من كده ولا أقل من كده، بيساوي قيمته بس. لكن فيما بعد مرور كام سنة هيبقى الجنيه ده ليه سعر. هيبقى ليه سعر لأن هو عليه تذكاري أهو. جنيه تذكاري عليه إيه؟ أحلى ذكرى بالنسبة لنا. واخد بالك؟ دي أحلى ذكرى بالنسبة لنا. ذكرى إيه؟ اليوبيل الذهبي بتاع نصر أكتوبر ده. فأنت تشيل لك إيه؟ نسخة منه أو نسختين احتفظ بيه زي ما هو كده جديد كده، واحتفظ بيه. احتفظ بيه. نيجي بقى على النص جنيه برضو ذكرى انتصارات أكتوبر. ادي النص جنيه اللي 50 قرش بتاعته، برضو شكلها جميل وتحفة فنية 10 على 10 أصدرتها دار السك المصرية. 50 قرش اهي. 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد اهي. ادي ال 50 قرش إصدار طبعا سنة 23 السنة دي، يعني ما بقالها شهر. بقالها شهر العملة دي أصدرت بقالها شهر. عملة جميلة جدا واللي تسك منها عدد قليل برضو، يعني ما تسكش منها كتير. هو اللي موجود من النسخة دي قليل. عشان كده أنا بقول لك احتفظ لك بنسخة أو نسختين هينفعوك قدام، وربنا يدينا ويديك طول العمر، تبقى ذكرى حلوة اهي. ذكرى انتصارات أكتوبر. جنيه شكله 10 على 10 اهو. وادن ال 50 قرش برضو ايه نفس النظام. انا محتفظ طبعا ايه بنسختين. معايا 2 جنيه اهوت ومعايا نصين من نفس الذكرى الحلوه دي. خلاص يبقى انت احتفظ لك بنسخه او اتنين. بالنسبه بقى ايه للعملات القديمه واماكن بيعها والكلام ده كله هنتكلم عليه شويه. لو بص يا باشا، اي عمله قديمه معاك ليها قيمه او ليها سعر وشفت فيديوهات ليها بتتكلم ان العملة دي تساوي سعر او لها سعر غالي، تقدر تبيع على اول حاجة جروبات الفيسبوك. اعرض. بيتعمل هناك مزادات في جروبات الفيسبوك. بيتعمل مزادات على الحاجات اللي لها قيمة. تقدر تخش تعرض عملتك في المزادات دي
وتبيع في المزادات دي. تاني حاجة المواقع، في المواقع كتير جدا، وانا هبقى اصور لك بعد كده المواقع ديت واقول لك عليها واوريك الناس بتبيع وبتشتري ازاي على المواقع دي. الناس بتبيع وتشتري ازاي على المواقع دي. في موقع ايباي، ده موقع عالمي مشهور. في موقع اوليكس، في السوق المفتوح، في امازون، في علي بابا. كل دي مواقع بتقدر تبيع من عليها عملتك القديمة. بتعرض الصور العملة وتكتب السعر بتاعك، الناس بتتواصل معاك وتقدر تبيع وتشتري هناك. وفي جروبات الفيسبوك برضو زي ما انا قلت لك، الناس برضو بتبيع وبتشتري هناك، وبيتعمل مزادات والكلام ده كله. مزادات، بتخش تعرض عملتك في المزاد، والناس بتخش تقول سعرها وبتتواصل معاك والكلام ده كله. المهم يكون اللي معاك عملة بتتباع وبتشتري. ما تجيبش حاجات مع الناس كلها وموجودة مع كل الناس وتقول لي انا معايا عملة نادرة ومش لاقي والكلام ده كله. المهم ان تكون العملة اللي معاك مطلوبة ونادرة ومش موجودة، ساعتها هتقدر تبيعها على المواقع دي. وفي برضو الاسواق تقريبا في كل المحافظات، في اسواق في كل المحافظات. في عندك هنا مثلا في القاهرة هنا في سوق ديانة في وسط البلد. سوق ديانة ده بيبقى موجود كل يوم سبت من الساعة 8 الصبح لغاية 7 المغرب أو 8 المغرب. موجود فيه كل الناس الخبراء هناك اللي بيقيموا العملات، والناس اللي بتبيع والناس اللي بتشتري. سوق مفتوح كبير، سوق هناك وفيه ناس خبراء وناس مية مية، والبيع والشراء هناك ما شاء الله. في برضه في اسكندرية في محطة مصر كل يوم أربع، يوم الأربع ده بيتعمل سوق برضه في محطة مصر ده في اسكندرية. في برضه في شارع خالد بن الوليد في اسكندرية تقدر تبيع عملاتك برضه هناك، في سوق هناك موجود. في المنصورة سوق الشيخ حسنين في المنصورة، برضه سوق الناس بتبيع وبتشتري العملات القديمة هناك، وسوق مفتوح كبير برضه. المهم اللي يكون معاك حاجة لها قيمة، ما تروحش تجيب لي مثلا حاجة موجودة مع كل الناس وتقول أنا معايا حاجة نادرة وعاوز أبيع والكلام ده كله. لا يا باشا، البيع للحاجات اللي هي النادرة بس، دي اللي لها سعر ولها قيمة. وأي حاجة اكتب في التعليقات أنا معايا، وفي وأنا أقول لك تبيع فين. وفي صفحتنا على الفيسبوك برضو، خش وابعت صورك لو معاك عملة، وريني صورها على الفيسبوك وانا اقول لك دي تعمل كذا او ما تعملش، وتسوى كام او ما تسواش. تمام. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وانتظرونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.